لو عندك اطباق فوم اوعي ترميها، هنعمل النهارده بيها احلى اختراع بجد، ديكور سهل وبسيط وفعلا فعلا مش هيكلفكوا اي حاجه. قبل بس ما نبتدي الفيديو، لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناه ولايك لو عجبك الفيديو. يلا بينا ندخل على اول فكره. الفيديو النهارده مليان افكار كتير جدا، هتستغلي فعلا كل حاجه قديمه او انت عايزه فعلا ترميها تستغليها بطريقه حلوه جدا. انا هنا قصيت الطبق الفوم لجزء يبقى مستطيل زي ما انت شايفه كده، اللي هي القاعدة بتاعة الأطباق الفوم. هنفرغ بقى القواعد دي، هتدينا شكل برواز زي ما انتوا شايفين. وطبعا أطباق الفوم في منها بيكون متحدد زي الشكل ده والطبق ده، وفي منها كمان بيكون سادة ومش متحدد. هما الاتنين هيبقى شكلهم حلو لأن احنا أول ما بنقص الفوم بيتحدد لجوه وبيعمل الفريم اللي انتوا شايفينه. أنا هنا هنضف كل الزيادات دي علشان من الناحية التانية تبقى باينة، تكون سليمة زي ما انتوا شايفين. هلزق بقى القطعتين دول في بعض، هلزقهم من الثلاث اركان بس، وهركب لهم قطعة هتنيها بس كده، هركبها من الخلف علشان يبقى يقف البرواز، تبقى هي دي المسند بتاعه. هنلزقه من الثلاث اركان بس علشان نسيب الجزء الرابع ده نقدر نغير منه الصورة اللي احنا هنحطها. هلزق زي ما انتوا شايفين، انا لزقت بالغيرة الابيض. تقدروا تستخدموا طبعا مسدس الشمع او تستخدموا الغيرة العادي اللي بيتباع في المكتبات. بصوا انا هعمل الثلاث اركان دول بس علشان الجنب الكبير ده يكون سهل بالنسبة لي ان انا ادخل الصورة واطلعها تاني. طبعا لما نلزقه هنسيبه شوية ينشف علشان نتأكد ان هو مسك كويس. الفوم فعلا خفيف وكل حاجة، بس لما بيلزق بالغير الابيض بالذات او بالصمغ بيلزق كويس جدا. انا ما استخدمتش مسدس الشمع، خفت بصراحة يكون حرارته عالية زيادة فتسيح لي البرواز، فاستخدمت كمان ده هيكون افضل واسهل بالنسبه لكم اوفر. انا عارفه ان مسدس الشمع برضو الشمع بتاعه مبقاش رخيص. هنلزق بقى الجزء اللي ورا ده. طبعا نقدر نحط في الخلف اي حاجه يعني. برضو لزقته بالغير يعني الابيض. ممكن من الظهر الزق ورقه او الزق قطعه خشبه او الزق اي حاجه بس تعتبر ان هي مسند. بس الفوم كان معايا كويس قوي، يعني انتوا لو حاطين التابلوهات دي على رفوف او كده شكلها طبيعي جدا جدا ومتبانش ابدا ان هي معموله من الفوم. هندخل بقى على الفكره التانية. لو انت عندك ازازه برفيوم وخلاص فضيت، هقول لكم ازاي هنستخدمها استخدام حلو جدا جدا، هينفع جدا لرمضان. قطعة ديكور شيك وسهلة جدا وبسيطة وما كلفتناش حاجات كتير. انا هدهن الجزء ده كده كله بالشاليمو كمان اللي احنا ركبناه، لان انا لزقته بمسدس الشمع. وهلزق كمان شكل هلال. طبعا انا الهلال ده كان عندي يعني جاهز، بس انتوا طبعا تقدروا تقصوا اي قطعة كرتون وتلونوها برضو بنفس الدرجة علشان تديكوا شكل ايه. لازم يبقى كلها نفس اللون، هيبقى شكلها حلو قوي زي ما انتوا شايفين كده وفي منتهى السهولة. وعايزة اقول لكم ان هي كمان تقيلة وثابتة لان هي ازاز. الفكرة اللي بعد كده الغطيان بتاعة الازايز، الحليب والعصير، بنقدر نستغلها استغلال حلو جدا جدا. انتوا عارفين طبعا اسعار الشموع بقت غالية قوي، وخصوصا الشموع الصغيرة دي الدستة بتاعتها يعني برقم بصراحة كبير. وانا مش عارفة احنا ممكن نعملها في البيت وتبقى سهلة جدا. فانا يعني هغير كل الالوان بتاعة الاغطية دي. اللون بقى الذهبي او السيلفر، انا استخدمت 3 درجات ذهبي وسيلفر، واللون اللي هو شامبين ده انا حطيت شويه من السيلفر وشويه من الجولد. وبعدين هنلزق بقى قطعه فتيل. انا لزقتها بقطعه شمع. هنسيح شمع ونحطه طبعا حسب الشمع المتاح عندنا، ما كانش عندي شمع كتير. وهتبقى معانا شمعة صغيرة نقدر نحطها جوه البرطمانات او نستخدمها اي استخدام احنا هنستخدمها البديل الشمع الصغير. الفكرة اللي بعد كده هي فانوس لرمضان. نقدر نشغل الفانوس ده بالشمع العادي او شمع اللي بالبطارية. انا عارفة ان ناس كتير مش بيبقى متوفر عندها الشمع اللي بالبطارية ده، وهو كمان بيفضل البطارية بتاعته بسرعة جدا. فحبيت ان انا اعمل لكم فكرة تقدروا كمان تستخدموها من غير ما تبقى مكلفة ولا هنشتري لها اي حاجة. هنلزق بس قطعة الشمع الاول بنقطة من الشمع، وبعدين هنقدر نولعها بقى بأي عود. يا رب الأفكار النهاردة تكون عجبتكم. في فيديو جديد.